ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنة جديدة. ان شاء الله المقارنة بتاعت النهاردة هتكون ما بين هاتفين من شركة شاومي، والمشكلة ان هما نزلوا في نفس التوقيت في شهر سبتمبر اللي فات. هاتف البوكو M5s وهاتف البوكو M5 العادي. طبعا بما ان الهاتفين نزلوا في نفس التوقيت وباسعار مختلفة وتقريبا الاتنين نفس الاسم، فده سبب مشكلة كبيرة عند الناس. يا ترى ايه الفرق ما بينهم؟ احنا عملنا فيديو تفصيلي قبل كده عن البوكو M5s، اتكلمنا عن المميزات والعيوب والسعر وايه اللي موجود داخل الكرتونه. كذلك برضو عملنا فيديو تفصيلي عن البوكو M5 العادي، مميزات وعيوب وايه اللي موجود داخل الكرتونه. اما الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله بناء على طلبكم هيكون مقارنه ما بينهم هما الاثنين، علشان نعرف مين فيهم الاقوى ومين فيهم احق بالشراء. طبعا زي ما احنا متعودين هنتكلم في البداية على أوجه التشابه ما بينهم هما الاتنين، متشابهين في ايه، بعدين هنقول أوجه الاختلاف أو بمعنى أصح مين فيهم متفوق على التاني. أول نقطة الاتنين متشابهين فيها سواء البوكو M5s أو البوكو M5 العادي هو التصميم بتاع الهاتف، بمعنى إن الإطار في الاتنين الجانبي بالاضافه للظهر برضو في الاتنين مصنوعين من البلاستيك. الشاشه فقط هي اللي زجاجيه، حتى زي ما انتم ملاحظين نفس التصميم، نفس زر الباور هنا هو هنا، الازرار اللي بتحكم فيها بالصوت برضو هياها، وكمان السماعات الخارجيه ومنفذ الشحن والسماعه الاي يو اكس موجود تحت هنا في التليفون. في البوكو M5 العادي موجود فوق. اما تاني نقطه البوكو M5 العادي والبوكو M5s متشابهين فيها وهو مساحه التخزين، لان الاتنين بيجوا بثلاث نسخ مختلفه: 64 جيجا مع 4 جيجا سرعه او 4 جيجا رام، و128 جيجا مع 4 جيجا رام، او النسخه الثالثه او الاخيره الافضل فيهم وهي زي ما انتم شايفين 128 جيجا مع 6 جيجا رام. كمان البوكو M5 والبوكو M5s اقدر ازود له ميموري كارد في مكان منفصل تالت غير المكان اللي بركب فيه الشريحتين، هنا او هنا، بحد اقصى 1 تيرا يعني 1000 جيجا في الاتنين، سواء اخدت النسخه ال 128 او اخدت النسخه ال 64. تقدر تركب خطين اتصال نانو سيم هنا وخطين اتصال في نفس الوقت النانو سيم هنا. البوكو M5 العادي والام 5 اس الاثنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع. اما النقطه الخامسه اللي البوكو M5 اس او البوكو M5 العادي متشابهين فيها وهو ان الشاشه هنا وهنا عليها طبقه من الكورنينج جوريلا جلاس 3 علشان تحمي التليفون من الصدمات ومن الخدوش في الاثنين. كمان نظام التشغيل اندرويد 12 في الاثنين مع واجهه MIUI 13 علشان توفر في الطاقه والبطاريه. اما التشابه السابع ان الاثنين فيهم منفذ للسماعه الاي يو اكس سواء في البوكو M5 هنا او تحت في البوكو M5s. اي نعم السماعه مش موجوده في الكرتونه هنا ولا هنا، ولكن انت تقدر تشتريها وتركبها. كمان زي ما انتم ملاحظين زر الباور اللي بفتح وبقفل فيه التليفون في الاثنين هو ممكن اخليه بصمه الاصبع بتاعتي، او من خلال بصمه الوجه عن طريق الكاميرا الاماميه في الاثنين، او من خلال الطرق التقليديه العاديه. كمان البوكو M5 والبوكو M5s الاثنين بيدعموا الراديو الاف ام، او مزودين بمستشعر الراديو اف ام علشان يخليك تلقط اشاره او موجات الراديو القريبه منك بدون ما يكون معاك الاتصال بالانترنت. كمان ميزه الاثنين زي بعض فيها بالظبط وهو ان الاثنين بيدعموا خاصيه NFC، وكمان الاثنين بيدعموا خاصيه IR بلاستر، او اللي بتخليك تتحكم في كل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل، يعني تستخدم الموبايل كانه ريموت كنترول. اما النقطه ال11 اللي الاثنين مشابهين فيها سواء البوكو M5 العادي او الام 5 اس وهي البطاريه، لان البطاريه هنا وهنا 5000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع في الاثنين، وكمان منفذ الشحن في الاثنين USB تايب سي. طيب دول كانوا 11 نقطه الاثنين متشابهين فيهم. يا ترى البوكو M5 العادي والبوكو M5s مختلفين في ايه؟ او بقى بمعنى اصح البوكو M5s اقوى في ايه من البوكو M5 العادي؟ اول حاجه هنتكلم عنها هي وزن الهاتف. البوكو M5s وزنه 178 جرام، يعني خفيف جدا. اما لما تروح عند الام 5 اس هتلاقي وزنه اتقل لانه 201 جرام. ميزه كمان موجوده في الام 5 اس مش موجوده في الام 5 العادي وهو مقاومه الماء والغبار، لان الام 5 اس مقاوم للماء والغبار بمعيار او بشهاده الاي بي 53. اما البوكو ام 5 للاسف ما هواش مقاوم للماء والغبار. طيب ايه هو تالت اختلاف ما بينهم او تالت حاجه متفوق فيها للام 5 اس؟ الشاشه. ليه؟
لان الشاشه في الام 5 اس نوعها اموليد، علشان كده هتلاحظ ان الشاشه رايقه اكتر والالوان رايقه اكتر، بخلاف الام 5 اللي الشاشه بتاعته اي بي اس ال سي دي. كمان الام 5 العادي اقصى سطوع للشاشه 500 شمعه فقط، بخلاف الام 5 اس اللي اقصى سطوع ليه 1100 شمعه، واللي بيخليك تستعمل التليفون بسلاسه كبيره جدا تحت اشعه الشمس القويه. اما لو رحنا عند المعالج زي ما انتم شايفين، فالمعالج اللي موجود في الام 5 ميديا تك هيليو جي 99 معماريه 6 نانو اوكتا كور. اما اللي موجود في الام 5 اس ميديا تك هيليو جي 95 مختلف بمعماريه 12 نانو اوكتا كور، وده بيخلي الام 5 اس متفوق شويه عن الام 5 العادي. سادس نقطه الام 5 اس متفوق فيها عن الام 5 العادي وهي الكاميرا الاماميه، لان احنا اتفقنا ان الكاميرا الاماميه الموجوده في الام 5 دقتها 5 ميجا بكسل فقط، بخلاف اللي موجوده في الام 5 اس اللي دقتها هنا كده 13 ميجا بكسل. كمان لو انتقلنا للكاميرا الخلفيه هنلاحظ ان في اختلاف كبير ما بينهم. ده ليه؟ لان الكاميرا الخلفيه بتاعه الام 5 اس 1 2 3 4 4 عدسات، اما الام 5 العادي 1 2 3 فقط. وده بيخليك ان هنا كده في الام 5 اس في عدسه 8 ميجا بكسل زياده ما هياش موجوده هنا، ودي بتاعه التصوير بزاويه واسعه. كمان لو هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه في الاثنين، فالام 5 اس اقدر اصور بيه فيديو بتقنيه ال 2160 بكسل اللي هي 4K، اما الام 5 العادي اعلى تقنيه معاك للاسف 1080 بكسل فقط اللي هي فول اتش دي. الاختلاف التاسع المتفوق فيه الام 5 اس عن الام 5 العادي وهو السماعات الخارجيه. ليه؟ لان السماعات الخارجيه اللي موجوده هنا في الام 5 اس نوعها ستيريو، فده بيخلي الصوت عالي جدا، بخلاف الام 5 العادي اللي السماعات الخارجيه بتاعته عاديه مونو ما هياش ستيريو، فبيخلي الام 5 اس صوته اعلى بكتير من الام 5 العادي. اما النقطه رقم 10 اللي الاثنين مختلفين فيها، وهو احنا اتفقنا ان الاثنين البطاريه هنا 5000 و5000 والاثنين بيدعموا الشحن السريع، ولكن اللي لازم نقوله ان قوه الشحن في الام 5 اس 33 واط، يعني بتفول 60% من التليفون في 30 دقيقه فقط. اما الام 5 العادي طبعا بيدعم الشحن السريع ولكن بقوه 18 واط فقط، يعني هنا سرعه 33 واط هنا 18. النقطه ال11 والاخيره اللي الاثنين مختلفين فيها هو معدل تحديث الشاشه، ودي الحاجه الوحيده اللي الام 5 العادي متفوق فيها عن الام 5 اس. يعني الام 5 اس 10 نقط متفوق ما عدا النقطه دي. طب ايه هي؟ ان هنا في الام 5 معدل تحديث الشاشه 90 هرتز، اما الام 5 اس للاسف 60 هرتز فقط. دول كانوا 11 نقطة الاتنين متشابهين فيها و11 نقطة الاتنين مختلفين فيها. فرق السعر بينهم مش كبير، هنتكلم عنه دلوقتي. فانت لو حابب تشتري ممكن تشتري الام 5 اس لان مواصفاته اعلى بكتير، معالج اقوى، كاميرا افضل، وقوة شحن اعلى، وفي نفس الوقت فرق السعر بسيط. طيب كام السعر بتاع الاتنين؟ احنا اتفقنا ان هنا وهنا 128 جيجا 128 جيجا 6 جيجا رام 6 جيجا رام. الام 5 اس اللي هو افضل سعره 185 دولار، بخلاف الام 5 العادي اللي سعره 150 دولار فقط، يعني الفرق ما بينهم تقريبا 35 دولار. اما بالنسبه لفتح الكرتونه فالام 5 والام 5 اس الاثنين اللي موجود في الكرتونه هنا هو نفسه اللي موجود في الكرتونه هنا، وهو الدبوس المعدني بالاضافه لكتيب التعليمات وكفر شفاف موجود مع التليفون، وادابتر الشحن واير الشحن اللي هو يو اس بي تايب سي سواء هنا او هنا. دي كانت مقارنه سريعه ما بين الام 5 اس والام 5 العادي. اللي عنده اي سؤال يكتبه لي في الكومنتات، اللي محتاج اي مقارنه تانية برضو يكتبها لي في الكومنتات، اللي عايز بقى معلومات مفصله عن الام 5 اس او الام 5 العادي هيلاقي كل واحد في فيديو لوحده. اشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد ومقارنه جديده قريب. سلام.